وقال كلام مش كويس عن يهود. هل اديداس عايزه كانيي ويست يرجع ليها تاني؟ لما اديداس قررت ان هي تنهي العقد ما بينها وما بين كانيي ويست كان متوقع ان نسبه ارباحها هتنزل تحت الارض، وده اللي حصل. تعال نشوف. وبعد كده نزل تصريح منهم بيقول ان اديداس هتخسر 1.29 بليون دولار بسبب المخزونات بتاعت ييزي اللي لسه ما نزلتش وطبعا ما اتباعتش. توقع كمان السنيكر اللي كانت هتنزل من غير ييزي براندنج كده ممكن ما تنزلش. تعال بقى نخش على ميستشيف ذا بيج ريد بوتس. وطبعا عشان هو غريب وشبه الكوزلوك بقى فاشن ترند والمشاهير كلها ابتدت تلبسه. نزل ب 350 دولار وبيتباع بالريسيل من 1500 ل 2000 دولار. انت متخيل يا مان حاجه بالعفانه دي بتتباع بالسعر ده؟ فكره الحذاء الغريب ده متاخده من شخصيه كرتونيه اسمها استرو بوي، واللي هو المفروض اصلا بيطير بيه. انا من رايي كان المفروض مثلا ينزل للاطفال وبسعر اقل من كده بكتير، بس احنا ما كناش هنسمع عنه ولا هنتكلم عليه. ترند. تعال بقى نخش على دريك والبراند بتاعه نوكتا اللي هو بيعمل تعاون مع نايكي، ونزلوا حاجات الصراحه معقوله وكويسه زي مثلا الهوت ستيب. انا جبته كان كويس، الجلد بتاعه كان حلو، الديزاين كان جديد شويه بس كان عاجبني. بعد كده نزل اير فورس كرافتد لافر بوي في الميد سول، وفي نفس الوقت كان جاي معاه حروف تقدر تكون منها جمله او كلمه تحطها في رباط السنيكر. انا شايف ان هو معقول مش وحش، بس يا دريك انك تنزل سلايد شبه الزعانف، احنا مش رايحين نعوم. ولا انا ممكن استخدمه مثلا في البحر عشان انا اسكندراني وبحب البحر، ممكن نجيب السلايد. ايه رايكم لو عايزينه ممكن اجيبه واوريكم عليه ريفيو ونعمل ريفيو على زعنفها وزعنفها. ابتديت احس كمان التعاونات بتاعت نايكي بقت ممله جدا وملهاش تاثير زي الاول. هم بس اللي بيركزوا فيه ان الشوز ازاي يتباع في الريسيل وخلاص. مفيش تركيز، مفيش كرياتيفيتي خالص عندهم حاليا. انا مش فاهم ليه، يعني حتى لو رجعت من 10 سنين 12 سنه كانت الحاجات اجمد من دلوقتي بكتير. ليه انا بقول كده؟ تعال نبص على الاير فورس تعاون مع تيفاني هو اصلا براند رفاهي جدا وبيعمل حاجات باسعار غاليه. هو بيقدم ذهب والماظ والكلام ده كله، مش موضوعنا ولا انا اصلا مهتم بالكلام ده. بس ده مش اول تعاون يعملوه. اول تعاون يعملوه كان 2005 مع دايموند سبلاي، كان دونك از بي، وبصراحه كان جامد جدا ان هم مختارين اللون بتاعهم اللي هو اقوى بلو. في نفس الوقت الجلد الاسود اللي كانوا مستخدمينه هو واخد شكل نفس جلد التمساح، والسوش بتاع نايكي كان معمول باللون الفضي اللي هم مشهورين بيه جدا، هو لون البلاتنم بتاعهم. فكان جامد الصراحه وزق السكيتر كوميونتي فاشن جامد قوي، وكان سنيكر مهم وكان نازل بس ب 65 دولار. هو حاليا بيتباع بسعر اغلى بس عشان هو قديم، بس لو هتبص على الاير فورس نازل ب 400 دولار الريتيل برايس بتاعه. شوفوا بقى هيتباع بكام افتر ماركت. وكمان هم كانوا مقدمين ان هم هينزلوا معاه زي اكسسوارز، حاجات بتنظف بيها السنيكر والكلام ده كله. الحاجات دي اصلا مش هتنزل معاه، يعني الحاجات دي تقدر تشتريها بقى بطريقه تانية او تشتريها من مكان تاني، فانت هتدفع فلوس على الكلام ده ونازل ب 400 كتير جدا. واقول لك بقى هم ليه بقى الموضوع فيه كسل، ما بقوش مركزين خالص. السنيكر كله اسود عادي جدا، النايكي سوش معمول بالاكوا بلو اللي هو اللون بتاعهم اللي بيستخدموه تيفاني. في نفس الوقت لو انت بصيت على الاير فورس الرباط بتاعه فيه ليستاج، هو اصلا المفروض يكون فضي ده في الطبيعي، فهم انا مش عارف هم غيروا الجلد ليه. لا هم حطوها من ورا. هو سنيكر شكله عادي جدا، ليزي، الديزاين بتاعه ليزي بالنسبه لي جدا الصراحه. ممكن الكواليتي بتاعته حلوه بس لبران لبسه والناس مستنياه والناس هتجيبه اكيد، يعني ده هيتباع. انا بقى نرجع لموضوع كانيي ويست واي كي اي ياي. تعال نرجع بس للسبب الاساسي ان هم نهوا العقد مع اديداس. هو كانيي ويست طلع في برامج منهم درينك تشامس وقال كلام مش كويس عن يهود، وهم طبعا افتكروا ان الكلام ده انتي سيميتك. وطبعا اديداس اونر ان هم المفروض المان يهود وكانوا اتنين، واحد اخد بوما والتاني اخد اديداس، وده الموضوع يطول شرحه اكتر. فطبعا نهوا العقد معاه، ومعظم الشركات نهت العقد معاه لان هم اللي ماسكين الشركات كلهم مين؟ يهود. فانا اللي مزودني الصراحه ان انت طالما انت كنترول كل حاجه في العالم وبتقدر تعمل كل حاجه، بس مش قادر تكنترول حب الناس. يعني عارف انك لو هتنزل ييزي من غير اسم ييزي عليه مش هيتباع، هو مش هيتباع لان هو اللي عمل لكم اصلا حاجه هو كانيي ويست. من غيره ما اعتقدش. هي اديداس شركه جامده وبراند جامد، بس ما اعتقدش ان هم هيبيعوا المبيعات دي كانيي ويست مش موجود معاه. شوف الفيديو ده.